مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معايا في قناه حلويات بابو. ان شاء الله فيديو تاع اليوم نصيبكم كامل بخير، ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. كالعاده والعوايد، اليوم عندنا خبز الدار، ديما نديرو وصفه تقليديه. هنا عندي 400 غرام دقيق رطب و100 غرام فرينه. هنا خلطت درت مزيج ما بين الفرينه والدقيق، ونضيف عليهم 4 مغارف تاع سكر، يعني سكر ناعم. مغارف ما يكونوش معمرين البنات. بسم الله. عندي حبه تاع ولاد الدجاج، نص كاس تاع زيت، عندي مغرفه صغيره تاع الملح، هكا البنات. مغرفه كبيره خميره الخبز تكون بيان بومبي. عندي مغرفه تاع ليفير شيميك، وعندي لافاني البنات. هنا اللي حاب يدير لو زيت دو سيترون، هي من احسن قشور تاع التينا، ما كاينش كيما قشور التينا عفوا في الخبز تاع الدار. كيما راكم تشوفوا البنات، ما خلطت حتى حاجه. دوك نضيف عليه كاس تاع الحليب، قلنا يكون دافئ. هكذا البنات درتو على مره. دوكا نجوزو نعجنوه يعني في البيتخا، واللي ما عندهاش البيتخا تعجنو بيدها عادي. بسم الله. نديرو اون فيتاس موين البنات. هاو بعد ما عجنتو يعني كيما راكم تشوفوا في العجان 10 دقائق، دوكا نضيف له الماء. نبدا عندي نص كاس تاع ماء، نبدا نضيف فيه تدريجيا يعني غير بشويه. بسم الله. هايليك شوفوا، وزيد نديرو يتعجن البنات حتى نتحصلوا على هذا القوام هذا اللي راكم تشوفوا فيه. يعني درت كاس تاع الحليب ونص كاس تاع ماء. شوفوا الله يبارك كيفاش جا. هنا نخليه يخمر ونرجع لكم البنات. بعد ما خمر لي دوك نكسر له الخميره. بسم الله. هكذا يدي شويه تاع الزيت كيما راكم تشوفوا هكذا غير بالعقل، يعني نزيد نخبطو مليح ونديرو في لو بلا اللي يروح للكوشه. هاوليك البنات بعد ما استويتو في لي بلاطو اللي راكم تشوفوا. انا هنا عندي لي بلاطو صغار، مانيش في داري الله غالب. كيما راكم تشوفوا قسمتو على زوج. درت خبيزه صغيره هايليك شوفوا جات ما شاء الله. وهنايا درت في هذا البلاطو هذا. هنا عندي حبه تاع ولاد الدجاج كبيره، درت فيها قهوه سريعه الذوبان، ونبدا نيطالي كامل لا سورفاس غير بالعقل هكذا كيما راكم تشوفوا. يعني ندهنو كامل. هنا سبق لي وراني شعلت الكوشه على درجه حراره 180 وخليتها تسخن. هنا نجيبو الزراره اللي تحبوهم، يعني كل واحد واش يحب. هنا انا درت خليط ما بين السانوج والجنجلان، وعندي حبه حلاوه. هنا تحبوا ديروا كما نقولوا حنايا انديسه ولا غير بالفرشيطه، لكم الاختيار. تقدروا تخلوه هكذا كيما حبيتوا البنات. انا قبل ما درت له يعني التزيين هذا اللي من الفوق، خليته يخمر حوالي 10 دقائق. كي نقولوا الخبز نقولوا المعجون. هنا راح ندير لكم معجون بمقادير جد بسيطه. عندي 700 غرام تاع المشماش، 300 غرام تاع سكر. هكذا نديروا هذه فيها كيما نقولوا حنا بارد في بارد. هنا سبق لي ونحيتو لي نوا ديالو، وعندي 300 غرام تاع ماء. بسم الله. هاكي البنات حاجه سهله. هنا البنات شوفوا واش نديرو، يعني عصره تاع قارص وميم طون نرميها طيب معاه. هايلك البنات بعد ما رفد الغليه، يعني هذا الرغوه كامل نحوها، هذه اللي تقرص لنا المعاجن ديالنا. ها هي شوفوا البنات. هنا نزيد نخليه غليه ونحيه. ولا حبيتو تميكسيوه البنات كيما راهو هكذا، نحو غير هذيك
لا ترونش دو سيترون ونميكسيوه. ولا حبيتو تخلوه هكذايا زيدوا له غليه ولا زوج ونحوه. البنات هاوليك الخبز، شوفوا الله يبارك كيفاش جا، ما شاء الله من اروع ما يكون. هنا شوفوا البنات انا احمر لي شويه من هنايا ماهوش محروق البنات، هاكو تشوفوا راه حميمه. ها هي شوفوا جربوه ما حيش تندموا عليه، يعني وصفه مضبوطه 100%. المعجون كذلك اللي هو معجون المشماش، نص خليته هكذا يعني حب حب كيما راكم تشوفوا، ونص الاخر راح نرحيه، يعني في هذيك الكميه نص خليته كيما راكم تشوفوا هكذا على حاله، ونص راح نديرو تاع تختيني. هذيك الوصفات اللي درناهم مع بعض عباره عن خبز الدار، خبز تقليدي 100% جزائري عظيمي. نقول لكم جربوه ما تندموش عليه. يعني ب 400 غرام تاع دقيق ناعم و100 غرام تاع فرينه وكاس تاع الحليب نص كاس تاع ماء، درنا اروع خبز. يعني جربوه ما حيش تندموا عليه. والمعجون كذلك معجون المشماش اللي راهو يعني وقته نعرفوا المشماش ما عندوش اون ديغي طويله كيما نقولوا حنايا، ما عندوش وقت طويل، نفرسوا مادام راهو الموسم ديالو. شوفوا كيفاش جا ولا اروع. لكم هذا اتارتيني جربوه ما تندموش عليه. شوفوا الله يبارك. شوف واللي حباتو ثقيل على هذا الشيء زيد تخليه حتى يغلي، يعني ينقص له كامل هذيك الشربات ديالو وترحيه. والحب هو كذلك، يعني شوفوا بسم الله شوفوا كيفاش جا. ان شاء الله تجربوه وتنجحوا فيه وتدعوا لي بالخير. اللي عجبتها الوصفه تاع اليوم ما تنساش تشارك في القناه، بارطاجيو لو ماكسيموم باش تلحق كامل يعني تعم الفائده. والى الملتقى مع وصفه جديده.